عزيزي المشجع الجميل، طبعا كلنا شفنا اداء لعيبه نادي الاهلي خلال مباراه السوبر امام الزمالك. كان عامل ازاي؟ اداء زي الزفت. كل اللعيبه من اولها لاخرها ما كانش شايف قدامه تماما، الاساسيين بالبدله بكلهم، وطلع كل الناس النقاد والمحللين والاعلاميين انتقدوهم بشكل كبير جدا، وحتى صناع المحتوى على اليوتيوب وانا واحد منهم طلعنا واتكلمنا وانتقدناهم، واللعيبه تستاهل ده بشكل كبير. ولكن انك انت تمسك لاعب بعينه وتحمله مسؤوليه كبيره قوي وعايز تبروزه قدام الجمهور ان هو صاحب اكبر مشكله داخل فريق الاهلي، فده اللي مش صح تماما. ما ينفعش تمسك لاعب بعينه تطلعه مسرح بالشكل ده. هو ده اللي عمل استاذ ابراهيم عبد الجواد، وانتقاده الشديد لامام عاشور على اساس بقى ان امام عاشور ده عمل كل حاجه. ايه هو اللي قاله الاستاذ ابراهيم عبد الجواد وهو اللي عمله امام عاشور؟ ده اللي هقوله لك في الفيديو ده يا عزيزي. بس في البدايه ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، لو مش مشترك في القناه تشترك، ولو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعملنا متابعه. ويلا بينا نخش في المفيد. الاستاذ ابراهيم عبد الجواد طلع على الراديو النهارده واتكلم على امام عاشور وانتقده بشكل كبير جدا. تصريحاته يعني او الكلمتين اللي قالهم على امام بصراحه انا شايفهم غير موفقين تماما، لانك انت كده بتصدر امام للجمهور الاهلاوي وبتقول ان هو يمكن صاحب اكبر مشكله، مع ان اللعيبه كلها ما كانوش شايفين قدامهم. فما ينفعش ان احنا نمسك لاعب بعينه ونطلعه مسرح بالشكل ده. الاستاذ ابراهيم عبد الجواد طلع واتكلم في اكتر من نقطه، هناخدها واحده واحده ونرد عليها جزء جزء. الاولى اللي هنسمعها مع بعض دي ونرد عليها. وبالتاكيد امام عاشور ما كانش موفق في اليوم ده تماما على المستوى الفني، بدليل ان ارقامه بتتكلم. يعني ارقام امام عاشور في منتهى السلبيه في هذا اللقاء، ولم يقدم اي شيء من اول دقيقه لغايه الدقيقه حاجه و70 اللي هو اتغير فيه. لكن الحاجه بقى اللي انا الوم فيها على امام عاشور ان انت ما تكونش في مستواك الفني، ده وارد الحدوث، ولكن في جزئيه هي العصبيه او الانفعال اللي كان عليه امام عاشور. ده بان في اكتر من لقطه، بان في لقطه يعني المشاده اللي حصلت ما بينه وما بين دونجا، مع ان هو ما كانش موجود في اللعبه، يعني هو ملوش علاقه باللعبه خالص. اولا يا كابتن انت قلت المشاده اللي حصلت ما بينه وما بين دونجا، يعني الاثنين شدوا مع بعض، ودونجا كان باين من اول الماتش هو عمال يرزع ويخبط ويكسر في اللعيبه وبيدخل بعنف شديد، وده ممكن يكون سبب ان امام عاشور دخل معاه في مشاده، والاثنين هنا شدوا مع بعض. ليه حضرتك علقت على امام وما علقتش على دونجا؟ ما قلتش ليه دونجا انت كمان ما ينفعش انك تعلق او تشد مع امام بالشكل ده وي لا، انت قدت امام بس، وده ما ينفعش. انت هنا جايب اتنين عملوا مشاده مع بعض زي ما انت بتقول، فاذا لازم تتكلم على ده وعلى ده، لان المشاده مع بعض ما بانش مين اللي بدا ومين اللي ما بداش. مع ان زي ما بقول لك دونجا في بدايه الماتش من اوله هو عمال شحن وضرب وزق وبيلعب بعنف كبير جدا ضد اللعيبه، فممكن يكون ده سبب. ليه ما خدتوش سبب؟ طيب ليه ما انتقدتش دونجا؟ هو ده السؤال. ما ينفعش نركز مع لاعب بس. اسمع كده الباقي بيقول ايه. امبارح برضو كان ضيفي في ملعب محمد عواد قال لي انه دي حاجه ما جابتهاش الكاميرات، قال لي انه امام عاشور راح استفزه، ويمكن حكى لي التفاصيل بس يعني دي حاجه شخصيه هو حكى لي، لا يجب ان هي تقال على الهوا، انه امام عاشور حاول يستفزه وبتاع وتعامل معاه بشكل مش لطيف، وهو حتى ما توقعوش. وهو قال على الهوا، قال انا اصلا راجل مش بتاع مشاكل وما بتكلمش يعني ما بخشش في اي حوارات او اي مشادات، حصل ان انا في مركزي بالملعب بعيد فمركز في اللي انا فيه وخلاص يعني. فقال لي انا استغربت كده لان احنا اصلا صحاب وعلاقتنا كويسه، فاستغربت منه كده وبعتبره اخويا الصغير يعني. فده دليل تاني. يعني مشاده حصلت مع عواد ودي حاجه ما جابتهاش الكاميرات، فليه حضرتك خدت كلام عواد مصدق بيه ان هو عمل معاه مشاده، مع ان ده ولا ظهر للناس ولا ظهر في الكاميرات وانت حضرتك ما شفتوش؟ فاخدت الكلام من عواد بس وما خدتش وجهه نظر امام عاشور، فانت بنيت نقدك على قاعده غير متزنه. خدت راي طرف والطرف الثاني ما خدتش رايه وبنيت عليه الكلام وخلاص بقى كلامه هو مصدق، مع ان عواد من اللعيبه المحترمه جدا اللي بحترمها. ولكن في النقد وانك تطلع تطرح وجهه نظرك بالشكل ده لازم يكون مبني على اساس ان عندك وجهتين النظر، فبالتالي بتتكلم عليهم بشكل ايه، سواء بقى في سلبيه عن ده او ايجابيه عن ده او لكن انك تاخد كلام واحد وانت ما خدتش كلام التاني وبتنتقده عليه، فده شيء ما ينفعش تماما. مش كده ولا ايه؟ طب نكمل بقى الجزء ده. الحاجه الثالثه بقى اللي انا خدت بالي منها
شفتها في خروج امام عاشور من الملعب في فيديو كده للعيبه، سوري للجمهور. انا ما اعرفش كان بيقول ايه الامام عاشور، بس واضح انه كلام مش لطيف يعني. وده بيحصل يعني، بيحصل مع اللعيبه كتير، وحصل على فكره. هضرب لحضرتك مثال دلوقتي اوريك برضو الفارق في التعامل يعني. فلقيت امام عاشور يعني بيخش مع الجمهور في سجال كده ومشادات وبتاع، وفي الاخر بيطلع للجمهور لسانه. دي بقى ما فهمتهاش خالص ليه، لانه ببساطه شديده يا امام الجمهور ده اللي هو جمهور الزمالك ده صاحب فضل كبير جدا 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 بعد المولى عز وجل عليك يعني. هو لولا جمهور الزمالك انت ما كانش حد عرف اسم امام عاشور، ولا اخدت الشهره والصيت والنجوميه اللي الناس عارفاها عن امام عاشور. حته الجمهور ده شيء كويس جدا، وكويس انك ذكرت الموضوع ده. اولا احنا مش مع اي لاعب ان هو يرد على الجمهور، وان الجمهور بيستفزك او بيقول لك كلام ففوت وعدي وامشي عشان خاطر ما تعلقش معاك كتير. ولكن هل رد امام عاشور على الجمهور كان فيه اساءه للجمهور؟ لا، انا مش مع انه رد، بس رده ما كانش فيه اساءه. زي ما انت قلت طلع لسانه وخلاص على كده، وشاور على اللوجو بتاع الاهلي وعمل رقم 1 وخلاص. فبيرد الاستفزاز باستفزاز يعني مقبول، مش شتيمه لا قدر الله، ولا رد اهانه ولا الكلام ده خالص. مع ان ناس كتير في الاعلام طلعت لما شيكابالا كان رد فعل لجمهور الاهلي في الامارات والحركه الشهيره الخارجه اللي حصلت، كل الناس طلعت تتكلم ان ده رد فعله ومش عارفه ايه، واعتبروه مش عارف ايه، ومعلش اصل الاساءه كانت كبيره والجمهور زودها، وبدانا نوجد مبررات كبيره جدا. لكن النهارده مع ده بالرغم من انه ما ردش رد فيه اساءه، الا انك بتنتقده على رد الفعل ده. طيب بما انك بقى ذكرت حته ان جمهور الزمالك له خير عليك وله فضل عليك والكلام الحلو ده، طب حضراتكم كنتوا فين لما ناصر ماهر اللي متربي في الاهلي برضه وطلع بعد ما وقع للزمالك قال لك ان الاهلي ما فيش اساطير وبيقلل من لعيبه الاهلي بشكل كبير جدا؟ ليه ساعتها ما قلتلوش اللي ملوش خير في اهله ماليش خير في اللي جاي وملوش خير في حد تاني والكلام اللطيف اللي حضرتك قلته ده؟ اكيد ساعتها كنا بنعمل ايه او بنكيل بايه ما تفهمش. فكابتن ابراهيم المفروض ان نقدك ما يكونش موجه للاعب بالشكل ده، وانك تطلعه مسرح وتصدره لجمهور الاهلي على اساس ان هو يعني اللي خرب الدنيا. انا ولا بدافع عن امام ولا بدافع عن اي لاعب ولا الكلام ده كله، لان في النهايه يهمني النادي الاهلي. احنا طلعنا وهاجمنا كل اللعيبه وانتقدناها بشكل كبير جدا، لان كلهم كانوا مقصرين بلا استثناء. فانا ما ينفعش اطلع لاعب بعينه واشيله الشيله واصدره للجمهور بالشكل ده عشان خاطر انا زعلان منه ولا متضايق منه، ولا يمكن زعلان عشان خاطر ساب فريق المفضل ومشي، والله اعلم بالنيه ايه. بس اللي ظاهر ان حضرتك بتصدر اللاعب لجمهوره، فده يا استاذ ابراهيم اكيد ما ينفعش كده، ولا ايه؟ انت بقى عزيزي قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، ولو مش تابعنا ريت تابعنا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.